شمال شرق أفريقيا، وتحديدا أماكن تواجد ثمار البرتقال، تعيش واحدة من أغرب أنواع البشر على الإطلاق، وتدعى الأم. تتميز الأم بجلد سميك يتصدى للحرارات المرتفعة، مما يجعلها مضادة للحلل الساخنة والزيت المغلي والفرن للتكيف مع مناخ المطبخ. يحاول الابن تقشير البرتقال ولكن بلا جدوى، حتى تتدخل الأم بمهارة فطرية تسمح لها بتقشيرها في 1:03. سحقا أمي رائعة! كما تمتلك الأم قدرة سحرية في تحويل أي شيء إلى مستلزمات المنزل، حيث تحول الحلوى إلى علبة خياطة، والملابس الداخلية إلى منشفة مطبخ. أين بوكسري يا جورج؟ اهرب عن وجهي أيها الأحمق، إنني أبحث عن سترتي الحمراء. بالإضافة إلى قدرتها في إيجاد الأشياء المخفية، وذلك باستخدام تعويذة خاصة بها. ولو جيت وجبته لك؟ لن تجديه هذه المرة يا أمي، لقد بحثت هناك، لقد قلت إنه ليس هنا، إنه ليس هنا، لقد بحثت كثيرا. أمي ماذا تفعلين بحق السماء؟ أرجوك توقف. سحقا أمي رائعة! وبالرغم من خوض الكثير من الدراسات والأبحاث على الأم، إلا أن العلماء عجزوا عن تفسير هذا الموقف. الله أكبر! ماذا تقولين يا أمي؟ الله أكبر! لا أفهم شيء. الله أكبر! كفاك غموض يا أمي، لا أفهم شيء منك، أرجوك توقفي. إن كلامي واضح جدا، إنني أقول لك اجلب لي خبز وكيس ملح وبطاطس وفلفل أحمر وزيتون أسود وبيكنج باودر وزنجبيل، ولا تنسى رمي القمامة. وبالرغم من امتلاك الأم الكثير من القدرات، إلا أنها بطيئة جدا في كتابة الرسائل النصية. وفي لقاء خاص مع رجل الأعمال الصيني سين ساهو، حيث قال: أمي بطيئة جدا، لقد أهدرت الكثير من الوقت في حياتي بسبب انتظار ردها على الواتساب، حتى قررت أن أستثمر ذلك الوقت في ربح المال، وبالفعل قمت بذلك عن طريق تحميل تطبيق موبيزي، فهو تطبيق يمكنك من خلاله صنع تطبيقات عديدة مثل الألعاب والألغاز والكويزات وغيرها الكثير من التطبيقات التي قمت بصناعتها بمجرد بضع ضغطات على الشاشة، دون اللجوء إلى الشفرات والأكواد والبرمجة على الإطلاق. وهذا ما يميز موبيزي، فصناعة التطبيق من خلاله تتراوح من بين 15 إلى 20 دقيقة، أي ما يعادل وقت انتهاء أمي من كتابة رسالتها. وكان هذا السر وراء نجاحي. وفي ليلة هادئة، تشعر الأم بالخطر. تتميز الأم بحاسة استشعار فطرية، وسرعان ما تجلب الشبشب لاصطياد فريستها، سأقتلك أيها العبسي. وخاصة إذا تعلق الخطر بأطفالها، فسرعان ما تشن هجوم رمية الشبشب الملتهب. وبالرغم من وجود قاتل مأجور في البيت، إلا أن الإندومي يشكل الخطر الأكبر لدى الأم، ويعتبر حاملها هو الأكثر عرضة للاصطياد.